السلام عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. وقت اللي تدخلكم هذا الفيديو من قناه مطبخ السي نور. اليوم باذن الله اختاريت نشارك معكم احسن طبق خفيف وبنين اللي هو متوم الدجاج. هذا الطبق يجي بزاف بنين بصوص بلونج وبالحمص. نعرفوا كامل المتوم الجزائري نديروه باللحم، وكما كنت سبقت شاركتها معكم على اصوله. راح نخليكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. بلا ما نطول على خياتي راح نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ونقول لكم فرجة ممتعة. اذا هنا بالنسبه للمقادير انا ديت هنايا ليكويس تاع الدجاج، وبالنسبه هنا لحم الدجاج يبقى على كما نقولوا على حسب افراد العائله. عندي هنايا نص حبه تاع البصل كنت ربيتها هكذا باه تزكينا هاد لاصوص. عندي هنايا 4 فصوص تاع الثوم. نحتاج الحمص، انا بالنسبه لي الحمص طيبته نص طياب. بالنسبه هنا للتوابل نحتاج الملح، فلفل اسود، عندي هنايا الكمون، قرفه، مغرف كبيره تاع السمن، ومغرف كبيره تاع الزيت. هذو هما المقادير اللي نحتاجوهم باه نحضروا هاد لاصوص. اذا هنا خياتي كما راكم تشوفوا حطيت السمن مع الزيت، خليت السمن داب مليح وحمى هذاك الزيت. من بعد هنايا حطيت نص حبه تاع البصله اللي كنت ربيتها، خليتها تتقلى غير شويه. من بعد حطيت ليكويس تاع الدجاج هكذا، خليهم غادي يتقلوا غير شويه. من بعد راح نضيف التوابل. اذا هنا كما راكم تشوفوا بعد ما قليت البصل مع اللحم مليح دربك راح نحط التوابل. هنايا العود تاع القرفه كنت غسلته وحطيته. عندي هنايا 4 فصوص تاع الثوم كنت ربيتهم. عندي هنايا مغرفه صغيره تاع الملح. نحتاج فلفل اسود، وعندي هنايا شويه تاع الكمون. راح نخلط هاد المقادير كامل مع بعض ونخليهم يتقلوا على نار تكون قليله، غير باش تدخل هذيك كي نقولوا التوابل في هذاك اللحم والبصل. هنايا ما نزيدوش للغاز بزاف باه الثوم تاعنا والكمون ما ينحرقوناش. من بعد هنا راح نحط الحمص اللي كنت طيبتها نص طياب. من بعد راح نمرق بالماء يكون سخون. راح نغلق على الطنجره تاعي ونخليها تطيب على نار تكون قليله. اذا هنا بالنسبه لبولات تاع الدجاج نحتاج فيهم كميه تاع الدجاج يكون مرحي. عندي هنايا مغرفه كبيره تاع الزيت، بياض بيضه، نحتاج مغرف ونص تاع لا شابلور. عندي هنايا 4 فصوص تاع الثوم كنت رحيتهم، مغرفه صغيره تاع الكمون، فلفل اسود والملح. اذا هنايا نجو نحطو هادو لي بولات. هنايا درت بياض بيضه، نحتاج هنايا مغرفه صغيره تاع الملح، عندي هنايا الكمون، وعندي الفلفل الاسود. ضفت هنايا 4 فصوص تاع الثوم كنت ربيتهم، ورايحه نضيف هنايا مغرفه كبيره تاع الزيت. عندي هنايا مغرف ونص تاع لا شابلور. بعد هنا راح نخلط كامل هاد المقادير مع بعض ونخليهم بجي حتى يتشربوا ويتنكهوا مليح. وهنايا كما راكم تشوفوا بعد ما خليتهم مرتاحوا شويه حتى تشرب وتنكه مليح، دروك راح نديروا كويرات يكونوا صغار كما راكم تشوفوا. وهنايا كملاحظه اذا شفتوه يتلصق لكم في اليد، هنايا ديروا الماء هكذا باه يجيكم ليس ويساعدكم في الخدمه. وهنا بعد ما كملناهم والصوص تاعنا يعني تقريبا راها واجده، راح نرمي هذوك لي بولات في الصوص ونحسب لهم هنايا 10 دقائق. بعدها راح نطفي عليهم، وهكذا راح يكون الطبق تاعنا راه واجد. اذا هنا كما راكم تشوفوا خياتي وصلنا للنتيجه النهائيه تاع طبقنا لنهار اليوم اللي كان عباره على متوم الدجاج. نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتجربوه، صدقوني غير جا بزاف بنين. اذا كان عجبكم الفيديو لنهار اليوم ما تنسونيش بالجيم وتوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد. معليا في الاخير غادي نقول لكم انتظروني في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.